الجيش المغربي يحاصر البوليساريو والجزائر متخوفة من هزيمة مذلة. وخبير عسكري يؤكد أن الجزائر متخوفة من عواقب تسليحها لميليشيات البوليساريو بأسلحة متطورة. ففي الوقت الذي تواصل فيه الطائرات المسيرة الحربية المغربية التصدي لكل مناورات الانفصاليين ومرتزقة الجزائر في المنطقة العازلة، تحاول بعض قيادات الجبهة الانفصالية الترويج لقرب حصول ميليشياتها على دعم جزائري لتزويد المرتزقة بأسلحة متطورة وطائرات حربية مسيرة من صنع إيراني، وبالتالي نقل الحرب إلى داخل المغرب حسب زعمهم وأوهامهم. وفي هذا الإطار قال الخبير العسكري السابق في صفوف جبهة البوليساريو العربي باهي النص أن هذه دعاية تطلقها الجبهة الانفصالية منذ سنين، ولكنها لم تتجسد على أرضية الواقع، إضافة إلى أن الجزائر غير جادة في مسألة تسليح